اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير. ميزانيه النهارده هتكون مثلا ميزانيه ال100 جنيه. يعني ممكن نمشي مثلا في اسبوع ميزانيه 100 جنيه، كل يوم 100، مش الاسبوع كله ب100، اكيد لا طبعا. أنا باتكلّم يعني في ناس بتبعت لي مثلًا على القناة، طَب أنتِ نزّلتِ ميزانية ال50، طَب إحنا عايزين ميزانية ال100 مثلًا في الأسبوع، طَب كل يوم 100، أديني باكرّر تاني أهو مثلًا. طيب هنمشّيها إزاي؟ تعالي بقى أقول لِك إن شاء الله هنمشّيها إزاي. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلّي على الرسول وندخل الفيديو مع بعض، وممكن تبقى 100، 120، 110، حسب التوفير بتاعِك بقى. طيب أنتِ لو أول الشهر مثلًا أنتِ بتجيبي التومين، أو في نُص الشهر أو يوم 10 في الشهر حسب ما بتجيبي التومين بتاعِك. عايزة مثلًا أنا معايا ال100 جنيه وعايزة مثلًا أجيب حاجة، هاجيب التومين بتاعي، ولو حابة إن أنا برضك عايزة أجيب فاكهة لولادي، ممكن أجيب لهم فاكهة، ممكن لو نوع واحد بس فاكهة تمام في الميزانية دي، والله العظيم عادي جدًا. يعني بُصّي مش تبقي حرمتِ أي حد من حاجة، بجد. عادي ممكن تجيبي فاكهة، ممكن تجيبي برضك ممكن تجيبي لحوم بس على قد ال100 جنيه مثلًا، أو على قد ال120 جنيه، أو يعني على قد طبختِك أنتِ، تمام. طيب هنا مثلًا ممكن تجيبي يعني المتوفر معاكِ، تمام. هتجيبي مثلًا الفاكهة بتاعتِك حسب ما هتجيبيها، مثلًا لو عندِك شوربة والّا حاجة هتعملي مثلًا إيه، شوية ملوخية، شوية رز، وهتقضّيها مثلًا، آدي إيه 100 جنيه. طيب بعد كده مثلًا ممكن تعملي إيه، عندي ممكن شوية رز مثلًا، ممكن أعمل جنبهم شوية لسان عصفور في يوم تاني، خلاص. لش سوا لسان عصفور، برضك ملوخية، وأجيب دبابيس زي ما هتشوفي كده مثلًا، وأنضّف الدبابيس بتاعتي كويس جدًا. يعني أنا باحب أنضّفها بسُكّر وملح وليمون فقط لا غير، ما باحطش لا دقيق ولا خَل، لإن الخَل بيثبِّت الزفارة، وكذا فيديو باقول لكم إن الخَل بيثبِّت الزفارة في الفراخ. أبدًا، أبدًا ما تنقعيش فراخ في خل وملح وليمون ولا الهوا، تمام. الخل بيثبِّت الزفارة. هتجيبي بقى الدبابيس بتاعتِك كده وتنضّفيها حسب برضه الميزانية بتاعة إيديكِ. يعني مثلًا هتجيبي على قد مثلًا ب90 جنيه، ب100 جنيه، حسب ما هتوزني الدبابيس عندِك، وده حسب ما الميزانية بتاعتِك هتحكمِك. معاكِ 100 جنيه هتمشّي بيها، معاكِ 50 جنيه هتمشّي بيها. أنا بادّيكِ بس الحلول. بعد كده يعني تغسلي الدبابيس بتاعتِك كويس جدًا. هنعمل إيه، ملح وفلفل وكمون وشوية كزبرة، مكعب ماجي لو حابة، لو مش حابة هتحطي بديله توم بودرة، بصل بودرة، وزعتر، ممكن كاري بس، وحبهان وورق غار أو ورق لوري. وهنبتدي إن إحنا بقى إيه، نحط كده البهارات الجميلة دي اللي ريحتها بتجيب آخر الشارع على الدبابيس بتاعتنا، ونفرمهم فرمة كده في قلب الحلة بإيدينا، مش في الكبة طبعًا. وهنعلّق عليهم، وآدي كمان طبخة. يعني مثلًا ممكن تمشّي الميزانية زي ما أنتِ حابة. وعلى فكرة ممكن توفّري كمان لو قرأتِ سورة الواقعة. ولو عايزة كمان ربنا يبارك في الأكل بتاعِك، تقولي لإلى في قريش 7 مرات وأنتِ بتعملي الأكل، صدقيني هتلاقي وفرة في الأكل، لو قليل هتلاقيه كتير. طيب مثلًا اليوم اللي بعد كده مثلًا برضك 100، ممكن أعمل طبخة إيه، أنا بادّيكِ يعني وصفات كتير، طبخ كتير ممكن تعمليه علشان ت ي بال100 جنيه. ممكن تجيبي مثلًا سجق، تعملي مكرونة، البصل موجود عندِك في البيت مثلًا. آدي كمان يوم عدّى من على دماغِك. يعني أنا بادّيكِ مثلًا menu أسبوع بتاعِك بقى، شغّلي فيه اللي أنتِ عايزاه، اعملي فيه اللي أنتِ عايزاه. مرّة عملتِ مثلًا يوم أرداحي أهو، مرّة عملتِ يوم بدبابيس، وآدي يوم كمان عملتيه مثلًا بسجق. طيب تاني يوم اتوفّر معايا مثلًا أي حاجة، هاجيب مثلًا ب100 جنيه لحمة، وورقة مثلًا جلاش، ولو متوفّر عندِك المكرونة يبقى أديكِ برضك عندِك المكرونة، ماشي. نُص كيلو مكرونة على ورقة جلاش، ومثلًا جبنة ب100 جنيه لحمة أو ب90 جنيه لحمة. عملنا يوم تاني أهو، صينيتين مكرونة بشاميل وجلاش، ماشي. هتقولي لي كل ده بال100 جنيه، ما أنا هاقول لِك ما أنتِ لازمًا يعني تخنصري كده 10 والّا 20 علشان توفّري في اليوم اللي بعده. طب نخش على اليوم اللي بعديه، مثلًا هنجيب دبابيس أو هنجيب وركين، 3، تمام. وهنضبّطهم كده، ماشي، على حسب برضه الميزانية اللي معانا.
خلاص. وهنبتدي إن إحنا نعمل شوية رز حلوين كده مع البطاطس من إيد ست الكل طبعًا، ربنا يبارك في عمرها. وآدي كمان يوم، يعني آدي كذا فكرة ممكن تعملي بيها كل الأسبوع. وأنا قبل كده نزّلت لكم فيديو menu كامل للشهر بتاعِك. يعني أنتِ تكتبي كل يوم مثلًا أنا عملت بطاطس ورز وفراخ، هاكتب، عملت قرنبيط هاكتب، عملت سجق هاكتب، عملت دبابيس هاكتب. لمّا تيجي الشهر اللي بعديه مش هتحتاري أبدًا في أي أكلة، مش هتحتاري أصلًا. طبعًا هنا الصلصة بقى اتسبّكت شوية كده مع البصلة، وبعد كده هننزل بقى بالبطاطس وندخّلها في الفرن وألف هنا وشفا وكُلي بقى أحلى بطاطس. تمام. ممكن تعملي أي حاجة أو ممكن توفّري بأي حاجة متوفّرة يعني عندِك. شوفي إيه اللي موجود عندِك في بيتِك قبل ما تنزلي تشتري. إيه اللي متوفّر عندي في الشقة، مثلًا متوفّر عندي طماطم مش هاجيب طماطم، متوفّر عندي بصل مش هاجيب بصل. حاولي توفّري كل الحاجات الأساسية في البيت علشان تقدري تمشّي الشهر بتاعِك. بالله عليكم ما تنسوش تحطّوا لايك للفيديو ده، تشتركوا في القناة وتفعّلوا زر الجرس. زر الجرس. سلام عليكم.